دي بتحكي الواقع بالملي، مرعبة. هو الواقع بتاعنا، أسد وثلاث تيران، واحد أبيض واحد أسود واحد أحمر بني، يعني حب ياكلهم ومش عارف، يعني اتحادهم فيه قوة. السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ طبعا كلنا شفنا الموقف الرجولي بتاع مكي، وانه طلع اتكلم بشكل محترم جدا، والصراحة ده موقف رجولي منه يعني، ويستحق فعلا نسقف له فعلا عليه هو ومحمد سلام. ففعلا يا جدعان الاتنين دول يعني محدش عمل زيهم وطلع بيتكلم الا قليل، طبعا على عكس الناس التانية الزبالة اللي راحت المهرجانات وقعدت بقى تزيد مع الزيطة ولا فارقة معاه، مفسيها دماغها. فتعالى نشوف مكي كان بيقول ايه. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف الحال بالظبط، يعني مبهر بصراحة. يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة النحل، أنا قليلين. قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تشبيه عبقري. الغثاء هو كل ما هو ملوش وزن وبيطفو فوق السيل، الفقاقيع اللي بتفرقع الزبد. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في صدوركم الوهن. فقال قائل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت ما يجتمعوش أبدا مع فكرة الإيمان، استحالة. لأن الإيمان اللي عنده إيمان حقيقي من جواه هيبقى حابب ويتمنى إنه يستشهد في سبيل. طبعا هو بيتكلم عن ان اصل الموضوع اصلا الدين، ان انت لو مؤمن بجد وعندك اخلاص لدينك وصادق لدينك، فانت هتبقى عايز تفدي القضية بروحك، مش زي اليومين دول اللي زي ما بقول لك اللي مريح دماغه واللي واخد الموضوع ترند طالع عايز يتشهر وخلاص. هو ده فعلا الصح، انك لو فعلا الموضوع اصلا اساسه انك تبقى مخلص وصادق في دينك وعبادتك لربنا. الحق، والحق هو الله. أنا بس عايز أقول نقطة قبل ما أكمل في الحتة دي، لأن أنا عارف السوشيال ميديا أغلبها في الزمن ده بتعمل إيه دلوقتي؟ تاخد أي حتة تقصقصها وتعمل منها أفلام بعيد عن الموضوع الحقيقي. أنا أحب أوضح بس كلمة: أنا لا بدعي أبدا إني رجل دين، ولا بدعي. طبعا حصل وبيحصل ان في ناس هتاخد يقول لك ده مكي ده شيخ، ده طالع يقول ايه؟ هو طالع يقول كلمه حق. هو بيقول يا جدعان انا مش شيخ، بس هو بيقول كلمه حق عشان الناس بقى اللي هتاخد فعلا الفيديو تقعد بقى تقصصه واللي يركبه على مزاجه. فالراجل بيقول كلمه حق، هو مش طالع يقول لك اللي انا شيخ. إني مثالي بالمرة، بالعكس أنا إنسان بسيط وأقل من البسيط بكتير. إنسان بأخطئ وبأصيب وبأخطئ وبستغفر، وأكيد لي أخطاء في حياتي ندمان عليها وبدعي ربنا يغفر لي، وربنا يهديني ويهديكم جميعا ويهدي الناس كلها. أرجع لموضوعنا. لما قعدت أبص وأقرأ شوية في الموضوع اكتشفت إن في آيات واضحة وصريحة قايلة الخلاصة، قايلة إن النصر ليه شروط. خلوني أقرأ عليكم كم آية. الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. دي آية. 2: إن تنصروا الله ينصركم. طبعا هو بيستشهد بآيات من القرآن. كان فعلا فعلا يا جدعان اللي يقرأ القرآن ويفهم معانيه، يعني أهم حاجة وأنت بتقرأ القرآن الفهم، إنك تفهم الكلام بيتقال إيه، مش مجرد إنك بتقرأ وخلاص. فعلا إحنا لو فهمنا فعلا القرآن وفسرناه صح واجتهدنا إن إحنا نعرف معاني القرآن العظيمة، طبعا ده هيفتح لنا حاجات كتير، بس إحنا للأسف اللي بيريح دماغنا. 3: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. غير ده كله النصر مقرون ومنسوب لله دايما في القرآن. دي حاجة أنا أول مرة كنت أكتشفها. بسم الله الرحمن الرحيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. 2: إذا جاء نصر الله والفتح. 3: والله يؤيد بنصره من يشاء. صدق الله العظيم. هي واضحة كده
ما فيهاش كلام. طبعا ربنا هو اللي في ايده يعمل كل حاجة، اللي في ايده ينصر، واللي في ايده يبيد ناس، وفي ايده ينتقم من ناس. وطبعا ان شاء الله نصر ربنا جاي. وده بس مجرد ان ربنا، يعني اللي مثلا ممكن حد يستغرب ويقول يا جدعان ربنا بندعي ربنا ومفيش حاجة وبتاع. ربنا له حكمة في كل حاجة. يعني ربنا مثلا مش هيجي في ساعتها لا، هما سيبهم ياخدوا وقتهم، بس ربنا بيحضر لهم عذاب عمرهم ما يشوفوه في حياتهم. وان شاء الله كل اللي بيعملوه ده هينقلب عليهم، وان شاء الله الارض هترجع. وربنا كمان من رحمته، وانا ملاحظ من قبل ما تشتد احداث فلسطين مؤخرا، في نذر ربنا نزلها كتير. الاعمى يشوفها، زلازل، براكين، خسوفات، اوبئه. احنا عايشين في وقت نذر. الله سبحانه وتعالى من رحمته بينزل النذر قبل الاحداث العظام، واحنا داخلين على حاجات عظيمه واضحه جدا. والكلام ده مش كلامي انا بفتي، الكلام ده موجود في الدين. اللي جاي لازم الانسان يحدد فيه موقفه كانها فرصه لان الناس ترجع للطريق السليم. الطريق السليم اقصد بيه طريق الله من غير اي اجندات. طريق الله هنا فعلا لو سليم مش هيبقى فيه تنازع، مش هيبقى فيه طبعا بيتكلم عن التفرقة بتاعة العرب، وان كل واحد في حتة وده في حتة وده في حتة. طبعا هو هنا بيتكلم عن العرب وان هم لازم يتحدوا، وان اصلا ان احنا لو كلنا على يعني متحدين كلنا على ديننا وهمنا على ديننا وعلى قضيتنا، ما كانش ده هيحصل. ما كانش مثلا هتلاقي اللي هم عاملين يحتفلوا وموسم الرياض وموسم مش عارف ايه ومهرجان في البلد ده، والفنان ده رايح هنا اللي مريح دماغه واللي مش شاغل باله. فطبعا في تفرقة كله في دوشة، كله في دوامة. ما فيش اتحاد بجد. لو اتحدنا فعلا بجد محدش هيقدر علينا. احزاب ابدا، استحاله. بسم الله الرحمن الرحيم: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم. مفيش وضوح اكتر من كده، كلام واضح وصريح. لو انت قاعد في بيتك، قاعد في بيت عيله، وعندك شقه في بيت العيله دي، ودخل عليك مجموعه بلطجيه، ضربوك قدام مراتك، اغتصبوا مراتك، قتلوا شويه من عيالك، خدوا شويه من فلوس، عملوا كل استباحوا البيت، هل هنا هتقف تتقال ده وقت كلام زي ده؟ لما يجتمع العيله اللي في بيت العيله دول يقفوا لك عند الباب ويقعدوا يشتموا فيهم، هل ده كافي؟ هم بيبلطجوا. البلطجي معروف لازم يصحى، لازم يباد. اول رئيس وزراء مسك عندهم في اسرائيل. طبعا هو انا بيتكلم عن ان الموضوع عايز فعل على طول، مش عايز كلام ولا احنا نشتمهم ولا بتاع. الموضوع عايز فعل فعلا وعايز وقفه. كان من اول تصريحاته بمنتهى الصراحه والفجاجه، وعادي الناس عدت الكلام عادي، والموضوع ده ما اتمسكش انه ارهاب. قال ان قوتنا، معنى الكلام يعني ان قوتنا الرئيسيه ليست في سلاحنا النووي، ولكن هي في قدرتنا على تفتيت اكبر 3 دول عربيه بالترتيب، ويخشوا على الباقي بعد كده: العراق، سوريا، ومصر. واغلب المخطط حصل بالفعل. ولما حصل في العراق نفس الموقف المخزي، مفيش حد بيتدخل. سوريا نفس الكلام، ما حصلش وحده والناس خدت موقف خالص، اتاكلت. وده ناتج عن الناس كلها ملهاش اساس واحد، مش واقفه على موضوع واحد، على موقع واحد. يعني كله متفرق، كل الدنيا ملخبطه خالص. في قصه انا فاكرها كويس جدا، كانت مأثره في نفسيتي من وانا طفل صغير، كان اسمها اكلت يوم اكل الثور الابيض. راح للبني والاسود، قال لهم الابيض ملفت، بيلفت نظر الاعداء ليكم وبيتكلم عنكم وحش، سيبوني اكله ويبقى لكم المرعى مفتوح، رزقكم يزيد وانا اكل نستفيد. عملوا صفقه معاه وسابوه له، كانوا فعلا. وراح للبني قال له احنا لوننا زي بعض، الاسود مختلف، سيبهولي وكذا وكذا. عمل نفس الموقف لحد ما جه يوم الاخير وجاع وراح للبني. البني لحظتها فهم، قال اكلت يوم اكل الثور الابيض. انا عايز اقول لكم على حاجه، ان هم الاحبار عندهم
اللي مذاكرين التوراة كويس قوي عارفين جدا ان الحركة اللي بيعملوها الصهاينة دلوقتي دي بداية الزوال. ده وعد الله حق، وعمره ما يخلف ميعاده ابدا. طبعا القصة دي العظة منها والعبرة منها ان هم لو كانوا كلهم اتحدوا مع بعض هم فعلا كانوا هيبقوا اقوى وكانوا هيقدروا يهاجموه، انما كل واحد اتفرق وقال لك خلاص ماشي اعمل ده واعمل ده، بتهيألي الدنيا كانت بايظة خالص، فبالتالي الدنيا كانت باظت خالص. انما لو كانوا اتحدوا كان الامر اختلف 100%. احنا لازم ناخد بالاسباب. دلوقتي وقت حساس، يا تاخد طريق الله يا تاخد طريق الشيطان. ليه بقول الشيطان؟ لان الصهاينة هم جيش الشيطان. اللي مش فاهم يدور ويبحث، دي الحقيقة. اللهم بلغت اللهم فشهد. هيفيد الحقيقة ان هم اقذر كائنات على وجه الارض، والعالم كله عارف حقيقته. كده الفيديو بتاع مكي خلص، والفيديو بتاعنا خلص احنا كمان. وموقف فعلا رجولي من مكي اللي هو يطلع ويتكلم في ظل ما فيش حد بيتكلم ولا كله عنده لا مبالاة الا من رحم ربي، يعني الا ناس قليله اللي بتتكلم وكده. وفعلا يعني انت لو هتاخد القضيه اللي هي مجرد ترند وتطلع كده ما تتكلمش، احسن سكوتك